اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. إنه الأكرم جل في علاه، ليس فقط كريم بل هو الأكرم سبحانه وتعالى. خيره كثير على البشر، على مؤمنهم وكافرهم، على من يطلب ومن لا يطلب، على من يحتاج ومن لا يحتاج. خيره مستمر في الأرض، خيره عظيم وذو بركة. إنه الأكرم جل جلاله، يكرم من شاء من عباده، ويهين من شاء من عباده. إن شاء أكرم، فإذا أكرم العبد فلا تسل عنه بعد هذا، وإذا أهان عبدا وإذا أهان مخلوقا فلا تسل عن إهانته. ومن يهن الله فما له من مكرم. إنه الأكرم، ادعه أن يكرمك جل وعلا، يكرمك بالنعم، يكرمك بأن يعزك عن الرذائل. يكرمك الله عز وجل كما أكرم خلقا كثيرا. كان الصالحون إذا كانوا في السعي بين العلمين الأخضرين كان يتوسلون إلى الله باسمه الأكرم، يقول رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. الأكرم هو الذي يغفر، هو الذي يرحم، هو الذي يعطي. تسأل من؟ تسأل غيره وهو الأكرم؟ تطلب من؟ تطلب سواه وهو الأكرم؟ تلجأ لمن؟ تستغيث بمن؟ تتوسل إلى من؟ تطلب من البشر؟ كل كريم في البشر فإنما هو كريم بمال الله عز وجل. فالحقيقة أن الله عز وجل هو الأكرم. إذا أكرمك لا تغتر، لا تظن أنه لفضلك عليه ولمنتك ولقدرك أكرمك، مو شرط، أحيانا فتنة لك. وإذا حرمك لا تظن يريد عقوبتك، أحيانا يريد الخير لك. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. انتبه، أحيانا ليست الأمور بظاهرها. تحب شيئا وهو شر لك، تكره شيئا وهو خير لك، لكن تأكد أن الله عز وجل هو الأكرم. لا تلجأ لغيره ولا تبحث عن سواه، ولا تنطرح إلا بين يديه، ولا تستغث إلا به جل وعلا، فهو الأكرم. كثر خيره وعظم وتبارك اسمه جل في علاه الأكرم. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله، الله يا الله. يحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن آخر أهل الجنة دخولا الجنة. يعرض الله عز وجل عليه سيئاته من الصغائر فقط، وتدع الملائكة بأمر الله الكبائر، فيخاف إذا كانت هذه الصغائر فماذا سأفعل مع الكبائر؟ فيفزع، فيقول الله عز وجل له عبدي قد غفرتها لك وأبدلتك مكانها حسنات. ماذا؟ مكان هذه السيئات صارت حسنات. فيقول العبد يا رب إن لي ذنوبا كبيرة ما أراها هنا. الآن طمع، لما درى أن السيئات تحولت إلى حسنات يريد الآن أن يؤتى بكبائر ذنوبه. يقول يا رب إن لي ذنوبا لا أراها ها هنا. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل رأيت كرما أعظم من هذا؟ أن يعفو عن السيئات ثم يجعل مكانها حسنات، وهم بالأصل عصوا، وهم بالأصل أذنبوا، وهم ربما فجروا ثم تابوا فجعل مكان هذه السيئات حسنات. إنه الأكرم جل في علاه، إنه الذي تفضل على عباده.
يكرمهم إذا آمنوا وإذا اهتدوا، ويهين أنفسهم إذا ضلوا وفجروا. ومن يهن الله فما له من مكرم. الإكرام من الله عز وجل فقط لأهل الإيمان ولأهل الهدى، فما أعظمه من اسم، إنه الأكرم الذي علم بالقلم. الله يا الله، الله يا